بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والسادة الكرام، يسعدنا في هذه الجلسة الطيبة وفي هذا المؤتمر أن نقدم خالص الشكر وجزيل التقدير والامتنان لمن سعى وأشاد وأقام هذا المؤتمر الذي يعبر عن لحمة متينة وقوية بين أبناء الأمة الواحدة، فإن ذلك يعد مثلا عمليا لتقريب وجهات النظر وحمل الأمة على وحدة الصف ووحدة الكلمة. وقد حضرت أكثر من 10 مؤتمرات حول قضايا التقريب بين المذاهب، فكلها كانت مفلسة ولم تحقق شيئا، فجدير بنا أن ننتقل من النظريات إلى الأعمال والأفعال، وهذا هو أول مؤتمر يعبر عن هذا الاتجاه الصحيح في أن تكون دائما الأفعال هي رائدنا، وأن تكون البنى التي أقام عليها الحق سبحانه وتعالى المسلمين أن تكون بنى في غاية القوة والنضج والمتانة ليحملوا هذا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. وموضوع بحثي بيان أو تحديد من هم أهل البيت والصحابة، وهذا العطف لا يقتضي المغايرة خلافا لأصول اللغة، وإنما هم في الواقع أمة واحدة وقاعدة واحدة ونسيج واحد. تفضل الحق سبحانه وتعالى بجهود نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن ينشئ أول أمة في التاريخ استطاعت أن تحقق المعجزة في فترة زمنية قصيرة، فهذه الوحدة قامت على أصول راسخة، ولم يكن هناك أي امتيازات بين هؤلاء الصحب الكرام وآل بيت نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك لا غرابة أن نجد أولئك السلف الصالح هم الذين بادروا إلى أن يعبروا عن وحدة صفهم وقوة وجودهم ومتانة عملهم من أجل إرضاء الله سبحانه. وحينما كانت تثار بعض نزعات الجاهلية كما في مسألة توزيع الغنائم بين المهاجرين والأنصار، وفق النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتزع من قلوب الفريقين ما يعكر صفو هذه العلاقة ويعيدهم إلى النهج الصحيح، وهو نهج الإسلام القوي والدائم والخالد إلى يوم القيامة. فأهل البيت النبوي والصحابة الكرام هم في حقيقة الأمر كانوا جميعا صفا واحدا، سواء في السراء أو الضراء، سواء في المحن التي تعرضوا لها، ومن أشهرها قضية الحصار في شعب أبي طالب لمدة 3 سنوات، وهي أقصى فترة تمر على المسلمين، لأنهم حوصروا ولم يبايعوا ولم يسمح لأي واحد أن يمدهم بشيء بأقل ما يجب من الزاد والماء إلا من طريق التسلل. فهذا دليل واضح على أن هؤلاء صمدوا وجاهدوا وصبروا في سبيل إعلاء كلمة الله. لذلك لا غرابة أن يكون المبدأ في بيان آل البيت أنهم هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقال عليه الصلاة والسلام: لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام. هذا الحصار
الشديد الذي صبر عليه المسلمون دون تفرقة بين آل بيت وبقية الصحابة، وإنما كان ذلك من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. ثم عز على بعض عقلاء قريش والذين يعني لم يعدموا وجود صلات القربى بينه وبين هؤلاء الذين أكلوا بسبب شدة جوعهم، أكلوا الحشائش والأعشاب وورق الشجر في هذه الفترة العصيبة، وحتى هيأ الله لهم بأن يتفقوا على نقض هذه الصحيفة في مقاطعة المسلمين. وجرت محاورات بين أبي جهل فرعون هذه الأمة وبين غيره من الصحب الكرام، ثم تغلب الحق على الباطل، وما كان من مطعم بن عدي رضي الله عنه إلا أن قام للصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم. وتتكرر هذه الأشياء في أعاصير وزلازل أندونيسيا، حيث تحطم كل شيء ما عدا القرآن الكريم وما عدا المكان الذي يصلي فيه المسلمون. فهذا دليل واضح على أنهم لم يفكروا يوما من الأيام ما داموا قد تحملوا هذه القضايا الصعبة في حياتهم أن يجري بينهم خلاف على أمر من أمور الدنيا. لذلك نجد كبار العلماء والسلف الصالح يشيدون بهذا النسيج الواحد لهذه الأمة. فيقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الوصية الكبرى: وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحق فيما من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أورد الصلوات الإبراهيمية. وقال أيضا ابن تيمية في كتاب المنهاج: لا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حقا على الأمة لا يشاركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة على سائر الأمة. والصحب الكرام أيضا كانوا على منهج الشعور بالإخاء والتوافق والتسابق إلى الخيرات، ولا يعقل أن تنجح هذه الدعوة ولا إلا بفضل تربية الدعاة الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من آل البيت أم بقية الصحابة. لا يمكن أن تنجح هذه الدعوة إلا على أساس من وحدة الفكر والعقيدة والسلوك والأخلاق، وطمس كل معالم وأهواء ونزعات النفس البشرية وشهواتها من أن يفكروا في مكاسب مادية أو ليكونوا زعماء أو قادة. فلم يطمح أحدهم في هذه مرحلة البناء لم يطمح أحدهم أن يكون له امتيازات على غيره. والآية التي قرأت أكثر من مرة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، تدل على أن الجميع رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك لأنهم كانوا مع آل البيت في صف واحد في جميع المعارك الفاصلة بينهم وبين المشركين، مثل غزوات بدر وأحد وحنين وخيبر والخندق وتبوك وغيرها 27 غزوة بمشاركة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان تقسيم الغنائم 4 أخماس الغنائم الحربية للمجاهدين والخمس ل5 يشمل هؤلاء جميعا. وكان من خوالد أعمال هؤلاء الصحابة الكرام الإخلاص المنقطع النظير للدعوة الإسلامية
وللنبي عليه الصلاة والسلام يؤثرونه على أنفسهم، ويؤثر بعضهم بعضا على نفسه في أشد حالات الشدة، وعند يعني التعرض للموت كان الكل يقدم أخاه، وتدور الكأس من واحد إلى جميع الجرحى والذين يتعرضون للشهادة، وتعود إلى الأول وكل واحد منهم يقول اسقي أخي. فالمهاجرون تركوا وطنهم مكة وتركوا أموالهم في سبيل إرضاء الله، والأنصار عملا ببيعة العقبة الثانية قبل الهجرة بايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على حمايته والدفاع عنه، كما يدافعون عن نسائهم وديارهم وأموالهم. وقابله النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. والصحابة من ناحية التصنيف العلمي أو التاريخي هم 12 طبقة أو فئة، أولها السابقون إلى الإسلام، ثم أصحاب دار الندوة الاجتماع، ثم من هاجر إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة، ثم أهل العقبة الأولى، ثم أهل العقبة الثانية، ثم المهاجرون الذين وصلوا إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في قباء قبل أن يدخل المدينة، ثم الطبقة السابعة أهل بدر ومعروفون، الثامنة من هاجر بين بدر والحديبية، التاسع أهل بيعة الرضوان، العاشرة المهاجرون قبل فتح مكة، 11 الذين أسلموا في فتح مكة، 12 الصبيان الذين رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح وحجة الوداع، كالسائب بن يزيد الكلبي والحسن والحسين ابني علي رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير. وكان أبو بكر الصديق وعلي يسويان بين الناس وهم الجميع في القسمة من العطاء لأنهم متساوون في الحاجة. والمفاضلة العلمية المتأخرة نوع من الترف فقط، لا من أجل الطبقية وتكريس الانقسام، نوع من الترف العلمي. قالوا مذهب أهل السنة أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الصحابة، وهذا وفضل الأربعة يتفاوت كترتيبهم في الخلافة، وهو مذهب البصريين من المعتزلة. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عمر: كنا نتخير بين الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني والبقية، ويلي هؤلاء الأربعة بقية العشر المبشرين بالجنة. وأفضل الصحابيات السيدة فاطمة رضي الله عنها، فاطمة الزهراء، التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها سيدة أهل نساء الجنة في الجنة، وقيل عائشة. ثم بعد هؤلاء السابقات يليهم حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام أيمن بركة بنت ثعلبة. أما آل البيت فهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا رأي جماهير أهل العلم، والأدلة كثيرة كما تفضل بها الأستاذ الدكتور قبلي، مثل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والحاصل أن آل النبي هم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم. وأتيت ورجح بالدليل على هذا، ورجح أئمة التفسير كالطبري والقرطبي والرازي والألوسي وابن كثير جعل الآل شاملا لبني هاشم وبني المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعقل أن نخرج أزواج النبي وأمهات المؤمنين من آل البيت، لأن الآية واضحة في سورة الأحزاب مطلعها يا نساء النبي.
وأورد ابن كثير 6 أحاديث في أهل البيت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث الكساء أو العباءة. وهذا يعني كما يقول الأصوليون يعني إفراد هؤلاء بقضية قصة العباءة لا يعني تفضيلهم أو حصرهم في هذا الأمر، فهم كغيرهم، لأن تخصيص فرد من أفراد العام لا يخصص العام، فلذلك يعتبر نساء النبي ومثل بقية الآل. أما الصحابة الكرام فتعلمون جميعا أن للأصوليين تعريفا لهم وللمحدثين. الأصوليون بسبب اعتمادهم على قضية تأصيل وتوثيق الأحاديث النبوية يرون أن الصحابي هو كل من لقي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ولازمه زمنا طويلا. أما جمهور المحدثين وتعريفهم هو الأشهر، الصحابي كل من لقيه مسلما ومات على إسلامه سواء طالت صحبته أم لا. فهذا يدل أن الصحبة يتصف بها الجميع حتى ولو كان ذلك لأولاد مميزين يعدون من الصحب الكرام، أما غير المميز فلا يسمى صحابيا كعبد الله بن الحارث وعبد الله بن طلحة ومحمد بن أبي بكر. وذهب أهل السنة وبعض الزيدية والمعتزلة إلى أن جميع الصحابة عدول، سواء من تورط في الفتنة أم لا، وسواء من كان كامل التقوى أو أذنب بذنب لأنه تاب منه. وأدلتهم على ذلك القرآن والسنة والإجماع والمعقول. القرآن مثل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، والآية المتكررة في جلستنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، والقرن أهل زمان مخصوص اشتركوا في أمر مقصود وهو هنا الصحبة. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وحديث الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. والأحاديث كلها مخرجة في كتب الحديث الثابتة. وقولي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن رآني وآمن بي. هذا إذن السنة والإجماع كلها لا تفرق في عدالة الصحابة بين واحد وآخر. وأما الإجماع فقد حكاه الإمام النووي وابن الصلاح وابن عبد البر، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ ممن جهل الإجماع أو ابتدع وروج لبدعته. والأخيرا الدليل المعقول، وهو أن سوابق هؤلاء في الإسلام ونصحهم لله ورسوله وقوة يقينهم وإخلاصهم وتضحيتهم بأنفسهم وأولادهم وأوطانهم بالجهاد والهجرة وتفقههم في دين الله يوجب كل ذلك متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأنصار الذين كانوا المثل الأول في الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كل ذلك يدل على سلامة مقصدهم فيما فرط منهم، وأنهم تابوا وندموا واستغفروا الله والله غفور رحيم. أخيرا، الحق أن الإسلام وظهوره وبقاءه وانتشاره في العالم مدين للصحابة الكرام وآل البيت رضي الله عنهم جميعا، ولولاهم لما عشنا بأمان واستقرار في هذه البلاد الإسلامية التي فتحوها، وربما لم نكن مسلمين إن تنكرنا لهم، فمن يتنكر لهم يظلم نفسه. ولا يصح في ميزان أهل الحق والعدل والمنطق
أن يكون الخلاف السياسي والميل النفسي لشيء هو السبب في طمس الحقائق وإهدار القيم ومكابرة الواقع والوقوع بعدئذ في متاهات الانحراف. وهل يعقل أن من أمرنا الله بالصلاة عليهم وهم أهل البيت النبوي ومن رضي الله عنهم ورضوا عنه من المهاجرين والأنصار أن نفرق بينهم أو نمزق هذه الصلة التي حرصوا عليها؟ ولولا هذه الوحدة وهذا التكامل وهذا التعاون لما انتشر الإسلام ولا ما بقي. فلا يمكن أن نتنكر للجميع، وإنما نكون ظالمين إذا حاولنا أن نحدث شرخا في صفوفهم، وهذا كله ما لا يتفق لا مع المصلحة ولا مع الأصول الإسلامية ولا مع متطلبات وجود وضرورة وحدة الأمة أمام أعدائها وتحديات الأعداء لها. فكل ذلك يتطلب منا أن نكون فعلا صفا واحدا ونتغاضى عن كل ما حدث بينهم من بعض الخلافات الجزئية، فذلك لا يعكر صفو تلك العلاقة ومتانة بناء هذه الوحدة. والله الموفق لما فيه الخير والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.